عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ربنا تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو دوسوا لايك وتشوفوا القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو دوسوا لايك زي ما قلت لكم في الاول بدانا يعني. النهارده بقى ايه، لسه جايه من تحت وجايبه شويه طلبات معايا وهنعمل بقى اكل مع بعضينا وحاجات كده ايه حلوه. فتعالوا بقى ايه نشوف احنا جبنا ايه. هنزل لكم الموبايل تحت شويه. جايبه بقى بطاطس وجبت فلفل، جايبه بيض، طبعا البيض كميه قليله عشان خاطر ايه، عارفين البيض غالي اليومين دول. وجايبه بصل وطماطم وخيار وجرجير. هنبدا بقى ايه نطلع الحاجات دي مع بعض. انا عندي طبق عاملاه الخضار اللي بجيبه، القوطه والخيار والفلفل وكده، اللي هو دوت. وطبعا البصل حطه في التربو. انا هحطهم هنا دلوقتي بس هغسلهم، بس ايه هحطهم بس اول ما اكلهم كده، بعد كده هغسلهم عشان خاطر في الثلاجه اللي يحب ياكل من الولاد على طول ياكل ايه يبقى ضامنين هو مغسول. ومعانا الجرجير برضو هنقعد هننضفه ونحط بقى البصل مكانه، كل حاجه مكانها كده اهو عشان ايه يبقى الدنيا معاكي مظبوطه. البطاطس برضو هنحطها مع البصل والفلفل هنا مع الخضار. انا بجيب حاجات يعني الفلفل والقوطه والخيار والحاجات دي بجيبها بكميه قليله عشان خاطر ايه ما تقعدش عندك وتدبل بقى في التلاجة من الشتاء، بتخليها بقى ايه تكرمش كده وتدبل مبقاش حلوه. وجايبه اللهم صل على النبي، جبت بقى دقيق وكاكاو وشوكولاته خام عشان نعمل بيهم ايه، نعمل بيهم كيكه عشان خاطر بقى رأس السنه يعني وكده. بس هعملها لكم بقى في فيديو لوحدها. وجايبه معاكم جايبه قوانص، انا دي جبتها سوبر ماركت يعني كده جاهزه، لسه اول مره اجربها بتاعت حاجه يعني منتجات شهد دي، فهنجربها يعني مع بعض دلوقتي. وده الغداء النهارده هنعمله يعني ان شاء الله. فانا بقى هحضر كده المكونات اللي هنشتغل بيها وهرجع بقى ايه اوريكم هنعمل ايه. نسيت اقول لكم انا جبت البرسيل ده، مش برسيل، اريال جيل ده يا جماعه. اللي ما جربوش لا يجربوه. في ناس كتير جدا مش بتحب الاريال، بس لما تجربوا الجيل بتاعه والله ما هتبطلوا تشتغلوا بيه غير بيه. ريحته بتثبت في الهدوم والله العظيم ايام، وحلو قوي يعني ما بستغناش عنه. ومفيش مش باقي منه الكرتونه كامله عشان اجيبها تقعد، ومش غاليه يعني الكرتونه عامله حاجه و40 وتقعد معاك الشهر كله. فبجيب منها الفرداني. لسه برده كنت بحاول اشتري منهم الكرتونه والراجل قال لي ما عنديش، والله اعلم بقى بيقول كده ولا بيكذب عشان خاطر يعرف يبيعهم فرداني يعني. يلا بقى نكمل اكلتنا. بصوا بقى كده ايه، انا عندي من كل بقى حاجه كده حته الاحمر، حته من الاصفر، حته من الاخضر، وخدت واحد كده فتحته وخدنا ايه قرن فلفل حراق من الصغير دوت. ومعانا هنا الكبده والقوانص بتاعتنا اهي والقلب، غسلتهم كويس جدا 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 بالخل، وهنعصر عليها ليمونه وهنسيبها بقى ايه، الليمونه مش هنغسلها، هنسيبها يعني منقوعه في الليمونه بتاعتها اهو. يعني زي ما انتم شايفين كده اهو. هنسيب بقى ايه الليمونه منقوعه معاها، مش هنغسلها منها لحد ما نيجي نشتغل فيها. هنركنها بقى على جنب وهنقطع الفلفل بتاعنا وكل حاجه كده ايه. وغسلت بقى الخضار بتاعي خلاص. طبعا بقى ما عنديش القطاعه الخشب بقطع عليها، فعادي يعني اقطع على اي حاجه. هقطعهم بقى كده اهو. هرجع لكم يا حبايبي عشان خاطر ما زهقكوش مني. بصوا بقى كده يا حبايبي، قطعت خلاص الفلفل اللي عندي. لو ما عندكيش الوان عادي على فكره مش شرط يعني، ممكن فلفل اخضر بس وخلاص. ومعانا بقى بصلتين كده اهوت كبار، قطعيهم بقى زي ما انت عايزاه، مكعبات، مدورات، حلقان مش عارفه بيقولوا عليه ايه تاني، ليه اسم تاني يعني كده اهوت، حلق، دواير، اي حاجه تحبيها قطعيها. عايز تفرميها خالص ما بتحبيش البصل يكون واضح فيها وعايز تفرميه، افرميه في الكبه، في المبشره، لو مش عايزه واضح بقى خالص. بس احنا بنحبه عشان انا هعمل جنبهم شويه رز،
هيبقى فيها ايه الصوص كده يتغمس يعني او يتاكل مع الرز. انا هقطعهم بقى زي ما انتم شايفين كده اهوت. حجمها يعني مش كبير ولا صغير، وسط كده. لو تقطعيها 4 تربع وتقطعيها بقى ايه تاني يعني. انت يا سيدي روح اقعد يا سليم، انت تعبان، روح اقعد. لا انا خفيت خلاص. خلاص بس لسه سخن. سخن. اه ماشي. انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا فعلا مش قادره امسك السكينه، مش قادره اضغط عليها واقطع البصله، يعني ماسكاها بالعافيه. معرفش ده بقى من ايه يعني. يلا بقى ننقل على البوتاجاز عشان نبدا نخلص اللي احنا هنعمله. جبنا بقى الطاسه بتاعتنا اللي بنحبها، حطينا بقى فيها شويه زيت حلوين كده كتار. واول حاجه بقى انا هنزل بيها، هنزل بالبصل. يدبل حبه صغيره بس. وطبعا الطبق اللي انا جايباه كان الكبد قوانص على بعضها. وعايزه اقول لكم منتجات شهد دي طلعت حلوه جدا، لان شكلها نظيف. هي اصلا مش شكلها نظيف، انا طبعا استعمل يعني نضفتها خلاص، بس هي اصلا كانت نظيفه. والقوانص بتاعتها حلوه جدا ونظيفه قوي. انضف طبعا ما بتجيبها من عند الفراخ او بتاع الفراخ. القوانص بتاعتها متنضفه ومقطعه لك مكعبات صغيره، اللي هي يعني جاهزه على ايه انك تشتغلي فيها على طول. بس طبعا بعد ما تغسليها انت برضه الغسيل بتاعك. فهي اصلا مقطعه جاهزه، بتسهل عليكي تقطيعها بقى. هنسيب البصلايه بس تدبل شويه وهنرجع ايه ننزل بقى الحاجات اللي احنا محضرينها مع بعض. بصوا بقى، انا امي يعني تقول لي انت ازاي هتحطي القوانص مع الكبد ومش عارفه ايه وعايز ايه تزعلي شويه كده. فانا هعمل زي ما هي ما قالت لي، وهشوح ايه القوانص الاول لوحدها هي والقلب، عشان هديها تشويحه بس شويه كده بحيث ان هي يستوي سنه يعني. وايه وننزلها الكبده، عشان هي هتقول الكبده هتهري منك. ومع اني بعملها على طول كده، بحط الكبد والقوانص على بعضهم. بس يلا عشان ما نزعلش الحاج. ماما ثواني يا سليم. عايزه اكل. انا بعمل اهو، تعمل ايه؟ بعمل كبده وقوانص. وليدي عايز تشوف؟ تعالى اهي. يلا. نرجع بقى تاني بعد ما القوانص اتشوحت. هيطلع كده حوالي ايه ربع ساعه عماله ايه اقلب فيها. بس خلاص بقى قربت ميه تنشف. ننزل بقى بالكبده بتاعتنا. هتاخد هي بس الصدمه على طول وهت ايه عشان الطاسه سخنه جدا، وكل السخن فكلها ايه خدت لون على طول كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا موطيه عليها النار شويه لحد بس ما كنت حضرت الثوم بتاعي طلعته من الفريزر. بصي بقى هنجيب معلقه ثوم اهي. بحاول اكسر لها حته تاني على قد ما الثوم اللي في الفريزر مميز وسهل وكل حاجه. بس الفكره برضو في انك انت عايزاه يبقى فاكك شويه عشان تشتغلي على طول. فانا حطيت معلقه ثوم كده كبيره هنا، الحته الفاضيه دي عشان بس تدوب. وهننزل بالفلفل الاسود على طول. الفلفل الاسود اهو. وهننزل بقى بايه كمون. كمون مع الكبده بيبقى حلو قوي. وهنحط لها بس واحده حبهان
هنا مع الطومايه كده اهو، نشوح مع الطومايه في الحته الفاضيه دي. ماشي يا حبايبي. وهنحط شويه بهارات برضو، اي بهارات عندك بقى، لحمه، فراخ، بهارات اللي هما 7 بهارات، اي بهار عندك حطيه. طبعا المفضل في كل اكله بنعملها الماجي. برضو الحاجه برضو المميزه اللي بحبها قوي بقى في الكبده، القرفه يا جماعه. عندك عيدان حطي، ما عندكش عيدان حطي شويه قرفه كده مطحونين، بيخليها في حته تانية. نقلب بقى كله مع بعض كده، بسم الله. طبعا مش عايزه اقول لكم على ريحتها عامله ازاي. عايزين بقى نحط لها شويه ملح صغيرين. ملح، ملح حسب الرغبه يا حبايبي، زي ما انتوا بتحبوا هتحطوا. ربنا يستر مبقاش كتير، حسب افورت قوي في الملح. لان التوم وانا بضربه في الخلاط كنت عاملاه بطريقه حلوه جدا جدا ان شاء الله. لما اشتري توم باذن الله كده وابتدي افرمه، هعمله له قدامكم عشان اوريكم عملته ازاي. ضرب في الخلاط كده بملح وزيت، كان تحفه. برضه طريقه كنت شفتها يعني، ما افتكستهاش ولا حاجه، شفت حد كان عاملها وعملتها زيه وطلعت حلوه جدا. ننزل بقى بالفلفل. شايف الريحه حلوه؟ الله يخليك. بص بقى، انا هوطي عليها وهنعمل جنبها شويه رز ابيض او بشعريه او اصفر، حبه اللي انت تحبيه. بس انا هعمل شويه رز ابيض كده خفيف عشان سيدي بيحب الرز الابيض، صح يا سيمو؟ بس كده يعتبر جهزت. هسيبها بس اوطي عليها بقى النار واسيبها تستوي براحتها لما نعمل شويه الرز. هنا بقى بعد ما سيبنا بقى الكبده تستوي والرز يستوي، جيت بقى اعمل معاكم الصينيه كيكه كده اهوت حلوه، عشان خاطر بقى راس السنه نعمل معاهم واجب يعني. حطيت بقى 3 كوبايات دقيق، كلهم بمعيار واحد، انا عيرتهم كلهم بالكوبايه دي. 3 كوبايات دقيق وكوبايه ونص سكر منها، وحطيت كوبايه لبن ونصها كده زيت. انا بعملها بزيت ما بعملهاش بالسمنه. وحطيت بيضتين، وحطيت هنا برده مع المكونات دي الفانيليا، وحطيت مع الدقيق البيكنج باودر. وهحط بقى في الخلاط هنا برده الكاكاو، احط برده حبه كده. انا حطيت نص الكميه اللي معايا وهضربها في الخلاط واشوف محتاجه تاني ولا لا. هشيل بقى الفيشه بتاعت البنج رايز ده. شوكولاته اغمقت معانا فلونها حلو يعني، مش هزود كاكاو تاني. الباقي بتاعها بس كفايه كده عليها. طبق نوسع بقى الدنيا حوالينا كده نعرف نشتغل. نعم يا سليم. كيكة. نعم هنعمل كيكة. نعمل كيكة. السكر بتاع التموين بتاعنا الجميل ده نحطه جوه الكيكة. بقى اللي هي بتقلب كيكة وكيكة عشان تستوي، صح؟ ها؟ هقلب بس كده الدقيق مع البيكنج باودر جوا بعضه. ها؟ نعم يا سليم. اقلبه عشان تستوي بسم كويس. الله. في لسه تحت سكر ما اتضربش كويس، عشان انا برضو في حركه رخمه كده وبعملها على طول، ان انا بحط السكر الاول.
المفروض ما نحط السكر الاول، المفروض نحط الاول السوائل وبعد كده نحط السكر عشان خاطر ايه بيفضل لازق تحت في السلاح بتاع الخلاط ومش بيتحرك بسهوله بقى. خليكي بقى لفيها على ايه اتجاه واحد. بس كفايه عليها كده. هحضر بقى الصينيه اللي هحطها فيها. ماشي ماشي حاضر. بصي جبت بقى الصينيه المستطيله دي تاخد معايا على قد الثلاث كوبايات دي. عندك صينيه اكبر هتكتري بقى ايه كميه الدقيق اللي انت عايزاها. طبعا دي بتاعت سليم. دي انا حط منها كل الهواء اهو بقت جاهزه. طلع بقى الفرن بتاع الكهرباء احطه هنا اهو عشان ابدا ايه ان اسويها. وهروح اعمل بقى الصوص بتاع الشوكولاته. قد كده عملته معاكم فهروح بقى اعمله وانتوا ايه لو عايزين تشوفوه هترجعوا للفيديو بتاع كيكه الطاسه هتلاقوا فيها الصوص دوت. هتروحوا تشوفوه هناك وسهل يعني وجميل جدا وهتحبوه. وادي بقى الكبده بتاعتنا كانت استوت. شكلها وطعمها تحفه يا جدعان، تحفه 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 بجد والله العظيم. ريحه القرفه عامله شغل عالي فيها. وعملت بقى شويه رز ابيض كده حلوين قلبكم يحبوا. تقدروا بقى تعملي زي ما انت عايزه اصفر ابيض احمر بشعريه زي ما انت حابه تقدري تعملي. وادي كده بقى الكبده بتاعتنا بجد حكايه حكايه حكايه. استنوا بقى ايه هنكمل لكم بقيه الفيديو بالكيكه بتاعت النيو يير اللي احنا بنعملها مع بعض. وادي شكل الكيكه بقى بتاعتنا بعد ما طلعتها من الفرن. شايفين بقى عاليه ازاي؟ ما طلعتش برضو غامقه قوي يعني. بس قولوا معايا الصوص اللي عملته من فوق طبعا اغمق منها عشان كنا حاطين له شوكولاته خام. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ انا طبعا ايه اول ما طلعتها من الفرن سقيتها بشويه لبن. سقيتها بقى باللبن اول ما طلعت من الفرن. خرمتها كده بالشوكه وسقيتها باللبن. وبعد كده عملنا الصوص بتاعها وحطيته عليها بقى زي ما انتم شايفين كده ودخلتها ايه على التلاجة لحد ما مسكت نفسها زي ما انتم شايفين وسقت وبقت شكلها حلو وان شاء الله ايه طعمها برضه هيبقى حلو. لسه ما دقتهاش. وهي دي شكلها النهائي بعد بقى ما زينتها بالتويكس دي مش عارفه اسمها ايه اهي. دي بقى احلام جابتها لي عشان راس السنه يعني تفاجئني. جابت لي دولت. فقلت بقى ايه استغل شكلها واحده واعملها شكل كده عشان تبقى ايه شكلها حلو يعني. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. اكمل لكم بقيه السهره بقى كده اهوت وان شاء الله سنه سعيده عليكم وربنا يا رب يجعلها سنه خير كده اهوت علينا كلنا يا رب على امه الاسلام كلها باذن الله. وربنا يكبر بخاطرنا كلنا ونكون سنه سعيده ان شاء الله.